الفنانة منة شلبي كتبت تغريدة على صفحتها بتويتر بتطالب فيها بتكريم الفنانة عبلة كامل، والجمهور على تويتر وفيسبوك تفاعل برضو مع طلب منة، ومعظمهم أيد الطلب بتاع منة وكأنها عايزة ترجع للجمهور بحاجة حلوة، فكانت التويتة بالفعل جاذبة للكثيرين. منة قالت في التويتة بتاعتها: يا أيها السادة القائمين على مهرجان القاهرة الدولي العريق، ألم يأتي الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل؟ ده حتى لو هي مش عايزة تظهر تاني واعتزلت وقعدت في البيت، فاحنا المفروض نقول لها شكراً، احنا ممتنين لمشوارها العظيم وموهبتها الكبيرة اللي مفيش منها اتنين. أرجو قبول سؤالي ومطلبي هذا وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وصاحبة كل المشاعر التي أمتعتنا بها على الشاشة، ربنا يطول في عمرها. ده كان طلب منة شلبي، ودي كانت أسئلتها اللي الناس تفاعلت معاها وانهالت عليها التعليقات المؤيدة. واحد كتب وقال: أيوة كده يا منة، ارجعي لفنك الجميل، الطلب بتاعك ده كفيل بإننا ننسالك كل اللي بدر منك في الفترة الأخيرة. وواحد تاني كتب وقال: الكلام العاقل ده كان فين من زمان يا منوشة. التالت كتب: عبلة كامل تستاهل كل خير. والرابع قال: والله انتي إنسانة جميلة يا منة، وفكرتيني بإنسانة أجمل. كل الناس بتحب عبلة كامل وبتعتز بيها، فنانة جميلة وتستاهل كل حاجة حلوة زيها، ونفسنا فعلا نشوفها بتتكرم على مشوارها الفني. بصراحة وحشتنا قوي، والتلفزيون والسينما ملهمش طعم من غيرك يا فنانة. وهكذا من التعليقات المؤيدة لمنة اللي اتفاجئت بتفاعل الجمهور وردوده، فعلقت وقالت: دي أول مرة من فترة طويلة أكتب تغريدة أو بوست ما يكونش عليه تعليقات سلبية، والبركة في الجميلة عبلة كامل. فعلا حب الناس نعمة مفيش أحسن منها، وعبلة كامل ما يختلفش على حبها اتنين، سبحان الله. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.